اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة English Behind the Scenes. عارفين الشخص اللي دايما بيطلع قصص من وحي خياله، اللي بيحب يفتي في كل حاجة ده؟ النهاردة هنتعلم ازاي تقول لحد بطل فتي بالانجليزي بطريقة سهلة وبأسلوب لطيف او حاد، يعني حسب الموقف. في العربي لما بنقول لحد بطل فتي احنا بنقصد انه بيقول حاجة مش حقيقية او بيخترع كلام ملوش اي اساس. في الانجليزي عندنا اكتر من تعبير يوصل نفس الفكرة. مثلا التعبير الاول stop making stuff up، وده معناه بطل تخترع كلام. you're full of it، وده التعبير التاني وده غير رسمي شوية وبيستخدم لما حد بيقول كلام مش منطقي او واضح انه مش صح. اما التعبير التالت فهو cut the nonsense، وده طريقة تانية تقول لحد فيها بطل كلام فاضي. أما التعبير الرابع وهو don't talk rubbish، وده بيكون شائع أكتر في البريتش أكسنت ومعناه بطل تهري. طيب إزاي نستخدم التعبيرات دي في جمل؟ خليني أديكم شوية أمثلة. يعني مثلا لو حد قالك إنه قابل ميسي في الكافيه جنب البيت تقوله إيه؟ oh come on stop making stuff up. طيب لو حد بيتكلم بطريقة أوفر جدا تقوله إيه؟ you're full of it، no one is buying the story. طيب ولو حد بيقول كلام واضح إنه مش منطقي cut the nonsense and tell the truth. طيب دلوقتي دوركم، ايه اكتر موقف قابلتوا فيه حد كان بيفتي بطريقة مضحكة وعايزين تقولوا ايه للشخص ده؟ اكتبوا التعبير اللي هتستخدموه في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو حابين تتعلموا الانجليزي باسلوب جديد ممتع استنوني في الحلقة الجاية. باي باي.